السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا نهار جديد وفيديو جديد على قناتي وقناتكم حيل وافكار مع فاطمه الزهراء. نبداو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غزاله ديالي ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا كنشارك معكم هاد الليبه بالطريس المغلف وبالراندا ديال الكورميط. اللي بغات تشوف الراندا ديالها دخل لقناه راندا ام ملك، راه حاطه الفيديو ديال الطريقه ديال الخدمه. انا غنحطها لكم في اول رابط مثبت. غزلت ديالي ان شاء الله غندير معكم واحد رشيمه خفيفه هكا، ماشي شي حاجه شارجي لان هذه جليبه ديال بنوته. المهم هاد الرشيمه هي هذه كيف ما كتشوفوا معايا. المهم رشيمه ساهله، وبالنسبه بزاف الاخوات شافوا هكا جليبات ديالي في القناه الاخرى اللي كنصور فيها روتينات وفيديوهات والتقسيمات وداكشي، وقالوا لي بغاو رشيمات منين يجيبوهم البنات. اي جلابه خدمت راه كنحط لكم فيديو ديال الرشمه، وكنحط لكم فيديو ديال التنبات. المهم كنحط لكم من ا لزد، يعني ما كايناش شي رشمه ما تقدروش تلقاوها، غير قلبوا في الروابط وفي الفيديو غتلقاوهم البنات. المهم غزالات ديالي انا تعمدت نحط لكم فيديو. بزاف البنات كيسولوا على كيفاش ننزلوا الرشمه. ضروري البنات تكون عندكم كوبيه. الكوبيه فاش يكون الثوب مغلوق تكون الكوبيه مفتوحه، وفاش يكون الثوب مفتوح تكون الكوبيه مغلوقه. ولكن ما لقيتوش كديبانيو باي حاجه عندكم. بالنسبه للرشمه انا كنفضل دائما انها تخدم في البلاستيكه، عاد نخدموا عليها كيف ما كتشوفوا دابا، ما تكونش في الورقه، لان الورقه فاش كتبقاو تعاودوا عليها الرشمه، وبالخصوص كتكون عندكم شي رشمه مطلوبه يعني كتخدموا بها بزاف، مثلا بحال شي رشيمه كتشوفها وحده عند الاخرى كتبقاي تخدمي عليها نفس الرشمه، كتخدمي عليها بزاف ديال العيالات. وهذا ضروري خصها تكون مخدومه في الميكا باش كتخدموا بها. اما الا كانت غتخدميها غير مره واحده وغتلوحي داك الرشمه ماشي مشكل، واخا تبقى في الورقه ديالها. المهم انا كنفضل اي رشمه نديرها في بلاستيكه، يعني فاش كتجي الكليانه ولا كتبغي تخدمي شي وحده ولا كتبغي تخدمي هكا ليك ولا فهمتوا البنات، كتلقاي رشيمات موجودين عندك بزاف ديال لي موديل. واخا انا مؤخرا صراحه ما بقيتش كنقاد الرشيمات، هاد الرشيمات راه انا اللي مقاداهم يعني بيدي ماشي شارياهم ولا يعني كنصوبهم من راسي. مؤخرا ما بقيتش كنقاد رشيمات جداد لانني بعدت شويه على البلاصه اللي انا فيها، ما بقيتش كنخدم بزاف هكا الكليانات ديالي صراحه كيجيني البعد، وعاد خصني نهبط ونقاد ونروم فهمتوا البنات. يعني ما بقيتش كنخدم الكليانات، كنخدم هكا كنخدم هكا غير المعلمه كتجيب لي شغل مرشوم بعض المرات واجد فهمتوا البنات. يعني كنخدم يعني بلا ما كنمشي نقاد الالوان ونروم هادي مع هادي. وغير ديال الدار ليا البنيته العائله المقربه وراكم عارفين، واخا هادوك راني كنرشمهم كنصبر كنقاد رشيمه جديده. ممكن نحاول ما تكونش نفس الرشمه اللي رشمت المره اللي قبل وهكذا. ايوا هادشي اللي كاين غزالات. المهم ضروري اننا نعاودوا بالستيلو على الرشمه كيف ما لاحظتوا معايا دابا، كنمشيو بشويه بشويه وكنعاودوا باش ما نتلفوش ونخليو شي بلايصه ما خدمناهاش. بالنسبه لهذه الخدمه هذه ان شاء الله نحط لكم في الفيديو اللي مور هذا الطريقه ديال التنبات اللي غادي نلبس بها. كنت كنفكر انني ندخل فيها اللوان لان هذه جلابه ماشي ديال السوق يعني ديال العائله. كنت باغي ندخل فيها العقيقات في اللوان في اللوان اللي مدخلين في جليليبه، ولكن غادي ندخل فيها غير الذهبي ونزيد معاه شي لوين اخر، واش البلو سيال ولا الصفر ولا المهم تنمشي نروم واللوين اللي عجبني ولقيتو غادي ناخذو غادي غندخل غير الذهبي ولوين واحد. ان شاء الله غزالات ديالي منين تكمل الجليبه وتتجمع غادي نشاركها معكم كيفاش جا الشكل ديالها. دابا راني دزت نرشم الكميمات غندير فيهم غير جوج وريضات كما قلت لكم. هذه جليبه البنيته ما بغيتهاش تكون عاود شارجي. بالنسبه لطريقه تنزل الرشمه راه كيبقى على الذوق ديالي، يعني الانسان كاين اللي كيعطيني نصاوب له رشمه جديده صافي ما كيقولكش اشنو الرشمه اللي بغا ولا عجبني هذا الموديل بالضبط ولا هادي وهادي، وكاين اللي كيجيب الموديل معاه يعني بغيت هاد الرشمه هادي بالضبط فهمتوا البنات. يعني راه بزاف البنات سولوني على الاثمنه. بالنسبه للاخوات الاثمنه لا محدوده، يعني ما محدوداش الاثمنه، لان كاين اللي كيبغي يخدم بالعقيق كاليتي زوينه، كاين اللي كيبغي يخدم غير بالعقيق العادي، كاين اللي كتكون عندك الرشمه في الدار على عكس انك عاد تصوبي رشمه جديده يعني موديل جديد فهمتوا البنات. يعني هادو هما الحويجات اللي كيخليو الاثمنه تختلف. وكاينه هكا رشيمه كتكون شارجي، كاينه رشيمه كتكون خفيفه، الثمن كيختلف.
غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله نهضر لكم تقريبا على الاسمنه، نعطيكم الاسمنه ديال شي رشيمات هكا اللي ديجا خادماهم. بزاف كاينين البنات الرشيمات، كنظن اكثر من 100 رشمه، كثر كنظن كثر، لان البنات راني جامعه التصويرات هكا في بيسي. غناخذ واحد الوقيت هكا، واحد النهيار، ونحاول ناخذهم وندير لهم المونتاج ونحطهم لكم كاملين مع ديك الاثمنه. غنشارك معكم رشيمات ديال الخدمه ديالي كامله، وديك الساعه نحط لكم الاثمنه هكا حتى الا بغيتو تخدموا البنات على راسكم تكونوا عارفين الاثمنه صافي. ايوا هادشي اللي كاين غزالات ديالي. المهم شوفوا الطريقه باش كنحط الرشمه، راه كنحاول نعبر. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش عينيهم ميزانهم، راه ما كاينش عينك ميزانك. دابا راني طويت لكم، ما عرفت باللي داك اللوزه خصها تكون في داك البلاصه هذيك، في داك الحبه ديال الضرس. الا كانت رشمه كبيره ديروا البانكات كيف ما شفتوني انا مصوبه قبيله. كانت رشمه كانت رشمه غير صغيره بحال هذه، واخا ما ديروش بانكات، يعني راني شادها بيديا. المهم حاولوا انكم رشيمه تجي قبال اختها، ما تجيش وحده طالعه وحده هابطه، وحده في اليمين وحده في اليسار. وحاولوا تشوفوا الفاس ديالها، يعني ماشي فهمتوا البنات، يعني راه رشيمه باينه كيف ما شفتوا واضحه، يعني تجي مقابله لها، ما تجيش كل وحده في اتجاه. يلا غزالات ديالي، دابا راني وصلت لاخر الفيديو. نقول لكم تهلاو في راسكم، نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. احبكم في الله، وبسلامه عليكم.